السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم جيت نعطي رأيي ديالي في القضية ديال الفيديو ديال الدراكي اللي وقعت في المغرب، واللي وقعت واحد الضجة هاد الأيام بأنه كاين اللي متفق مع داكشي اللي دار الدراكي وكاين اللي ما متفقش معاه. كاين اللي كيقول بأنه راه خصو يتعاملوا بواحد الطريقة مختلفة مع التوريست أو داك الشخص البريطاني، وكاين اللي كيقول لك لا راه يعني هذيك هي الطريقة اللي خصو يتعامل به مع. انا غادي نوريكم يعني كيفاش كيكون التعامل ديال الشرطه في الغرب بصفه عامه وبصفه خاصه في امريكا مع الاجانب. يعني كيف ما كنتي تكون اجنبي من الدول ديال العالم الثالث ولا تكون اجنبي من اوروبا. انا شفت لكم كاين بزاف ديال لي فيديو اللي نقدروا نشوفوهم، ولكن انا يعني اخترت لكم واحد باش نشوفوه مجموعين ونشوفوا كيفاش تعامل واحد الشرطي في ولاية من دوك الولايات الغربية مع واحد السائح شاب ألماني. Hello, sir. Stopped you for your speed, license, registration, insurance. Sure. It's a rental car. Then registration and rental agreement. هنا هذا الشرطي كيوقف هذا السائح هذا لأنه غادي بواحد السرعة هي تقريبا ديك 70 مايل في الساعة وهو غادي بشي 95. That's the rental agreement. Where are you from? Germany. Do you know what the speed limit is here? You're Germany boy? هنا كيسولو كيقول ليه منين انت، كيقول ليه الاخر جيرماني من الالمان. كيشوف فيه كيقول ليه واش كتعرف شنو هي ديك السرعه القصوى هنايا ولا يعني السرعه القانونيه هنايا جيرماني بوي، زعما ايها الشاب الالماني. Didn't really get it yet. Then why are you driving in my country? انا كيقول ليه ما كيجاوبوش، يعني بحال داك السائح ما عارفش شنو هي السرعه اللي خصو يمشي بها. دابا شوف الجواب ديالو كيفاش داير، كيخرج فيه كيحيد النظارات كيخرج فيه عينيه كيقول لي why you driving in my country، قال لي علاش كتسوق في البلاد ديالي. Why are you driving if you're not paying attention to the speed limit? Is it 70? It's 70 miles an hour. Then why are you going 98? I was just following another. Don't follow any other cars. And let me give you a little hint. You weren't following nobody. Okay. I was right in front of you. You were leading the pack. This ain't the Autobahn. Do you understand that? I got that, sir. You know what happened? دابا هنا كيقول لي سميتو بانه واش عارف بان ديك السرعه باش كنتي غادي، كيقول لي يعني كنت غادي كنت تابع دوك المجموعه ديال السيارات اللي كانوا غاديين، قال لي لا بانك راه انت هو اللي كنتي سابق ليهم. شو دابا شوفوا السؤال اللي غادي يسولوا. It's a nice little boys like you that have to go to jail for reckless driving. Ass to be hurting for a month. هنا كيقول لي البوليس واش عارف، لان هنا كاين واحد القضيه كتسمى ريكليس درايفين، فاش كتكون غادي بواحد السرعه فايت هذيك السرعه القانونيه، بحال نقولوا تقريبا 25 مايل للفوق. الا كانت السرعه 70 مايل وانت غادي ب 95، يعني 25 مايل فوق من السرعه القانونيه للفوق، كتسمى ريكليس درايفين. يعني البوليس يقدر يعني يلقى عليك القبض ويديك للسجن. هنا كيقول لي واش عرفتي شنو كيوقع الدراري بحالك، زعما بوكسين زوينين اللي كيمشيو للحبس بسبب هذيك السرعه الغير قانونيه باش غادي نتايا. شو كيجاوب على راسو، كيقول ليه يعني واحد العباره كيقول لي اس هيرت فور مانث، يعني كيقول لي المؤخره ديالك غادي تبقى تضرك لمده اشهر، يعني قال لي غتعرض لاغتصاب. Okay, I get what you. 7377 first down. I suggest you slow down and do 70, or you will get violated. It won't happen. هنا كيقول لك كنصحك انك يعني تقلل من السرعه ديالك او لا غادي غادي يتم الاغتصاب ديالك. يعني شوفوا الطريقه باش تتعامل معاه. بالنسبه لي انا ديك الطريقه اللي تعامل بها داك الشرطي ما كتختلفش بزاف على الطريقه باش كيتعاملوا الشرطه هنايا. وانا يعني نفس الديكور وقع لي انا هنا، رغم ان هنايا عندك الحق انك تصور البوليس فاش كيوقفوك. كان وقع لي داك الديكور في داك الفيديو اللي كنت حطيته في القناه ديالي، الا بغيتو ترجعوا ليه، في الولايه ديال اوكلاهوما في النص ديال الليل فاش وقفني الشرطي.
وبدي كنصور بغا يحيد لي التليفون لغايه ما جا داك الشاف ديالو وقال لي لا خليه يصور عنده الحق. نختموا هذا الفيديو على قضيه، واش في المغرب عندك الحق تصور ولا ما عندكش؟ يعني موظف عمومي في فضاء عمومي. الجواب هو يعني قانونيا عندك الحق انك تصور يعني في الفضاء العمومي. موظف عمومي ما عندوش الحق في الخصوصيه بالاخص اثناء التاديه ديال المهام ديالو، لانه غالبا كيكون كيأديها في واحد الفضاء عام. والتصوير في الفضاء العام اللي الواحد ما كتكونش عنده الخصوصيه قانوني في المغرب. وراه كنت درت واحد الفيديو على هذه القضيه هذه، يعني القانون شنو كيقول فيها في المغرب، ويعني كنتم لي الجواب ديال واحد المحامي. وحتى كاينه واحد الرساله بعتها داك رئيس النيابه العامه عبد النبي، ديك السميه عنده النبوي، اوكي، اللي هو كيعطى بانه فعلا راه عندك الحق انك تصور. يعني الشرطه هذاك الفيديو الا بغيتو ترجعوا ليه نحط لكم الرابط ديالو في سميتو في الصندوق ديال الوصف. غير على القضيه لان حنا في المغرب انه القانون كيطبق على حسب المزاج ديال القاضي. يعني كاين قانون كيعطيك الحق في واحد الحاجه، ولكن القاضي يقدر يقول لك لا ما عندكش الحق. هذا هو القانون. اش كيقول سير دبر راسك ما عندي ما ندير لك، كيحكم عليك بداك الشيء اللي بغا. مثلا تصور واحد الانسان في مكان اللي عنده الحق في الخصوصيه، مثلا في الدار ديالو او لا في حتى الا كنتي في الشومبا في لوطيل، يعني ما عندك الحق كتسمى لك دارك ديك الساعه، ما حد كرهها كتسمى دارك، وعندك الحق في الخصوصيه. يعني فاش كيجي شي واحد كيصورك هذيك راه تقدر تتابعه، يعني قانونيا تقدر تتابعه. ولكن كما قلت لكم القانون كيطبق على يعني على حسب المزاج ديال القاضي وعلى حسب الشخص اللي ارتكب ديك المخالفه. مثلا فاش تم التصوير ديال المحامي زيان في لوطيل، ما كانش عندهم الحق يصوروا، ما كانش عندهم الحق ينشروه. مشات شوف تيفي وهي تنشرو ما تابعوش، ما كانت حتى شي حاجه. رضا الطاوجني فاش نشر ديك الصوره ديال عبد اللطيف وهبي، رغم انه وزير العدل وما عندوش حق في الخصوصيه ان اي واحد يقدر ينشر التصويره ديالو، تمات المتابعه ديالو والحكم عليه. هذا هو المشكل اللي كاين. يعني كاين قانون ولكن كيطبق على حسب القانون. كنتمنى تكونوا بخير. هذا هو ذاك الراي ديال فاش الواقع. تهلاو.